اول حاجه معانا النهارده لشاب كان بيحب بنوته، بنى نفسه علشانها، خطبها، ابتدى يجهز في على حد قوله، يعني على حد ما هو بيقول، ابتدى يجهز في البيت ويجيب الشبكه ويعمل التفاصيل بتاعه الجواز، ثم اكتشف فجاه بعد شويه كده ان خطيبته بتخونه. سابها، فسخ الخطوبه وانفصل عنها، بعد، تألم، لأنه كان بيحبها كمان قوي. ثم من شوية وقت قريب ندمت وعيطت وعايزة ترجع. وأثناء أو في الرسالة دي هو بيقول انتي طول الوقت مطلعة البنات والستات ملايكة، وإن هم ما بيغلطوش، وإن هم ما بيخونوش، وإن هم أحسن حاجة في الدنيا وإحنا اوحش حاجه في العالم. فانا بقول لك ان في بنات خاينه، وبقول لك ان في بنات مش كويسه. ده نمره واحد. نمره اتنين، انا كمان بقول لك في الرساله دي ان انا مش عارف اعمل ايه، انا لسه بحبها بس رجولتي مش سامحالي ان انا اغفر لها غلطها او خيانتها ليا. قولي لي بقى انا اعمل ايه كراجل؟ فخليني ارد عليك واقول لك انه مفيش حد ملاك، مفيش حد على الارض ملاك، لا ست ولا راجل، لا بنت ولا شاب. واكيد احنا لما كنا بنتكلم عن الخيانه في حلقاتنا، فاحنا لما كنا بنتكلم من وجهه نظر او من ناحيه الراجل، فاكيد الراجل بيخون ست مع ست، او بيخون بنت مع بنت، ما بيخونش بنت مع راجل، او ما بيخونش بنت مع كائن، او ما بيخونش بنت مع ترابيزه، هو بيخونها مع بنت تانية او مع ست تانية. فالاطراف التانية كلها بتبقى اطراف خاينه، سواء راجل او ست، شاب او بنت. وخليني اقول لك كمان انه لو انت بتاخد رايي في ان في بنت انت كنت زي ما بيقولوا كده بالانجليزي قد ايه انت سنسير، قد ايه انت مخلص في مشاعرك ليها او في علاقتك بيها، وحبيتها ودخلت البيت وخطبتها وخانتك، فدي اصلا انت ما تبصلهاش. لا مبرر للخيانه لراجل او ست. ولو انا شخص صادق جدا في مشاعري وبدي جدا واتقابلت بالسوء او اتقابلت بالخيانه، فده شيء لا يقبل خالص. خصوصا انه ربنا سبحانه وتعالى كتب عليك مثنى وثلاث ورباع، ما كتبش عليا انا غير راجل واحد بس. ولو انا مش مرتاحه معاه او مش مبسوطه معاه، اقدر انفصل عنه واروح اتجوز راجل تاني. فبالتالي هو لا مبرر للخيانه ولا مبرر للخيانه الست او البنت. ودايما بقول، وليه قلت مثنى وثلاث ورباع؟ لانه انتوا ساعات بتقولوا كده، انا ربنا محلي 2 و3 و4، انا حر، انا راجل. ده الكلمه اللي انتوا بتقولوها، لكن الست ما تقدرش تقول الجمله دي. فبالتالي حضرتك تنساها تماما كانها لم تكن. ما تقدرش تسامح واحده ست خانتك، ما تقدرش تسامح واحده ست عرفت تمسك ايد راجل غيرك او تتكلم مع راجل غيرك او تتخيل نفسها مع راجل غيرك وهي في علاقة معاك. شعور زفت، احساس انا عارفة انه زفت، لكن زي ما انت قلت في الرسالة، انا راجل ومش هقدر اعذرها او مش هقدر اسامحها علشان رجولتي. خليك بقى متمسك بالكلمة دي وخليك متمسك بالمبدأ ده، لان عايز اقولك على حاجة، انت عندك 1000 حق. بس كده.